سبحان الله، خسر اسمه، خسر مكانه، خسر سمعته. يقول لك المكان اللي جابك الرزق بلاش تبدل فيه، بلاش تغير فيه. لماذا تغير المكان يا ولدي؟ لماذا تغير المكان؟ انت متخيل ان اللاعب ده شرط على النادي اللي هيتعاقد معاه ان هو يحط بند في العقد بتاعه ان مراته لازم تتعلم الطبخ، والنادي يبقى مسؤول مسؤوليه كامله ان هو يعلم له مراته الطبخ ويديها كورسات. والغريب ان النادي الاهبل ده وافق على الشرط بتاعه وتم العقد ما بينهم. الكلام دي صح يا حضرة الوكيل؟ دايما عقود اللاعبين لما بيتم بيبقى فيها المبلغ المالي اللي هياخده اللاعب وكام سنه هيقعدها مع النادي ده والحوافز والجوائز والحاجات دي كلها. لكن في بنود غريبه بتبقى محطوطه في العقد قبل ما يتفق العقد ما بين اللاعب وما بين النادي. فتعال اقول لك عن اغرب البنود اللي اتحطت في العقد بتاعت اللعيبه. مويس كين الواد ده كان طالع زي الصاروخ، في ظل ما طلع الطلعه دي نادي يوفنتوس قرر ان هو يتعاقد معاه، وساعتها اللاعب ده كان لسه صغير وكان لازم عشان العقد يتم كان لازم ولي امره يبقى موجود وحاجات من دي. فقرر ابوه ان هو بدل ما مويس كين ياخد فلوس ياخد مكانها جرارات، وده الشرط الوحيد والبند اللي كان محطوط في عقد مويس كين، وهو ان هو ياخد جرارات مكان الفلوس دي. فالنادي قال لك ايه يا عم الراجل الهبل ده، ادوا له يا عم جرارات. زينه والله زينه، ده انتوا نقطه. فقرر نادي يوفنتوس ان هو يتم العقد بينه وبين مويس كين، وبدل ما يديله فلوس يبعت لابوه جرارات في البلد. فعلا بند غريب جدا. لو البند بالنسبه لك غريب انزل قول لي في التعليقات وقول لي اغرب بند شفته لعقد اللاعبين. يا ريت كلنا ننزل نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جوزيه رينا كان مهاجم في الدوري الالماني، فقرر نادي بيتفيلد ان هو يتعاقد مع المهاجم ده، وتم الاتفاق ما بينهم وفاضل بس ان هم يمضوا العقد. فاتفقوا هما الاثنين في اجتماع وقرر النادي ان هو يمضي العقد مع جوزيه رينا. لكن اللاعب اتفق على بند غريب جدا، وهو ان كل سنه ليه مع النادي بيتفيلد هيبنوا له بيت. والغريب ان النادي وافق على الحوار ده وافق على البند اللي هو حطه اللاعب ده، وقال له موافقين كل سنه ليك هتاخد مننا بيت وتظبط امورك بيه. الراجل شكله كان عايز يامن مستقبله. بعد ما خلص اللاعب فترته مع النادي فبعديها قال لهم بقى نوني على المفاتيح، ادوني المفاتيح بقى عشان اشوف البيوت بتاعتي اللي انا اتفقت معاكم عليها. قالوا له كل حاجه تمام والدنيا زي الفل وبيوتك كلها في الحفظ والصون. بعدها بقى اكتشف ان النادي مديله بيوت من ليجو مكعبات، وكانت الصدمه للاعب ده لانه في بند اللاعب ما كتبش بيوت مساحتها قد ايه ومبلغها قد ايه وكل الكلام ده، ما حددش عباره عن ايه البيوت دي. فالنادي شغل دماغه واداله بيوت مكونه من المكعبات والليجو. رونالدينيو الساحر البرازيلي اللي كان مكسر الدنيا مع برشلونه ومع ميلان، فترته مع ميلان قرر ان هو ينتقل لنادي جديد، وكان ساعتها فلامينجو مهتم باللاعب ده ورونالدينيو وافق وكل حاجه تمام، وهيمضوا العقد ما بين الساحر البرازيلي وفلامينجو. فقرر رونالدينيو ان هو يحط بند في العقد بتاعه ان هو الراجل ليه يومين في الاسبوع، الراجل ليه يومين يسهر فيهم ويروح فيهم حفلات وديسكوهات وكل الكلام ده. صور تطلع بقى صور ما تطلعش، السوشيال ميديا كل الكلام ده ماليش فيه. اللاعب ليه يومين في الاسبوع. والغريب ان نادي فلامينجو وافق على رونالدينيو على هذا الاساس ولعب رونالدينيو معاهم ومضوا العقد وكل حاجه تمام. لويس سواريز الرشاش في ظل فترته مع ليفربول كان مكسر الدنيا، كان بيسجل اهداف من جوه ال18 من بره ال18 من نص الملعب، كان سفاح من الاخر، حقق انجازاته وعمل اهداف وعمل كل حاجه مع نادي ليفربول. فقرر برشلونه ان هو يتعاقد مع اللاعب ده. قال لك ايه يا عم المهاجم الجامد ده لازم نتعاقد معاه فورا، وكمان عشان يساعد ميسي وكل الكلام ده. بس قبل ما نتعاقد مع اللاعب ده لازم نحط بند في العقد بتاعه ان هو ما ينفعش يعض نهائيا في برشلونة. يعني بمعنى اصح كده يا سواريز هنمضي معاك عقد وكل حاجة، بس ما ينفعش تعض اي لاعب من الفريق او من الخصم، مش عايزين مشاكل يا عم سواريز. فسواريز قال لهم ماشي يا عم وكل حاجه تمام ومضوا العقد مع بعض. وفعلا سواريز قضى فترته مع برشلونه بدون عض وبدون اي مشاكل وبدون اي حوارات.